حافلا بالانتفاضات، فعلى الرغم من أن شعبها عانى الظلم والقمع على يد الدولة التركية الفاشلة، إذ انتهج أحفاد العثمانيين سياسة محو وإنكار وإبادة بحقه. حتى الأطفال الرضع لم يسلموا من وحشيتهم، إلا أن شعب ديرسن لم يرضخ ولم يلتزم الصمت، بل ورفع صوت الحرية عاليا في وجه هذه الإبادة. وقد كانت المرأة التي تضحي بروحها في سبيل خلق الحياة هي ريادية في تلك الانتفاضات، وظريفة وبس خير مثال على ذلك، إذ مثلن هوية المرأة الحرة، فهن لم يقبلن بالاستسلام. وقد المجتمع الكردي لقد احتضنت هذه الأرض صرخات مئات النساء المنتفضات، وبكل تأكيد فإن الأرض التي يولد عليها الإنسان يلعب دورا بارزا في تشكيل شخصيته، ويعود أصل المحاربة والمناضلة غولاز كارتاش أو بريتان إلى ديرسن، لكنها ولدت عام 1971 في توناك ونشأت وترعرعت هناك. وفي عام 1989 بدأت الدراسة في كلية العلوم والتجارة قسم اللغة الإنجليزية في جامعة اسطنبول. وقد سألت بريتان نفسها وهي تدرس في جامعات النظام القمعي: من أنا؟ ولأجل ماذا أعيش؟ كيف يجب أن أعيش؟ وقد قادتها تساؤلاتها هذه إلى درب الحرية المتنورة بأفكار القائد آبو، وجعلتها قائدة ورائدة حقيقية للمرأة الباحثة عن الحرية. واتخذت في نوروز من العام ذاته قرار بدء حياة جديدة تسمى حزب العمال الكردستاني. انضمت بريتان إلى صفوف الجريلا عام 1990، وفي شهر تشرين الأول عام 1992 تم فرزها إلى شنزان كقائدة فصيلة، حيث انضمت لجبهات القتال بحماس كبير في سبيل الدفاع عن وطنها وحرية مجتمعها، وأصيبت هناك لأول مرة. وقد شاركت بريتان بإصرار منها في الحرب في منشور كردستان عام 1992 دفاعا عن القيم الإنسانية والوطنية ضد نهج العمالة التي ينتهجها الحزب الديمقراطي الكردستاني. لقد كان ارتباطها بالحرية قويا، بحيث عبرت بهذه الكلمات عن انضمامها لصفوف الحرية، عن تمسكها بتاريخها وأرضها والمناضلات اللواتي سبقناها، قائلة: لو وقعت في يوم من الأيام في الحصار وأصبحت في حالة صعبة فسأرمي بنفسي من أعلى الصخور كنساء ديرسن ولن أستسلم. وفعلا جسدت بريتان من خلال حديثها وعملياتها روح الوحدة في الفكر والذكر والعملية. لقد قاتلت بريتان عام 1992 في جبهات الأمامية في منشور كردستان حتى الرصاص الأخيرة ضد الدولة التركية وعمالة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي فرض نهج الاستسلام والخنوع. وقد دعتها قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني: تعالي واستسلمي، لن نفعل لك شيئا. لكنها لم تستسلم أبدا، إذ قامت بعد نفاذ الرصاص وهي محاصرة بضرب سلاحها بالصخور لتدميرها كي لا يقع بيد العدو، وكسرتها ثم ألقت بنفسها من أعلى الصخور كنساء ديرسن ورفرفت بجناحيها نحو الحرية، وأصبحت بموقفها النبيل رمزا للمرأة الكردية الشجاعة. لقد تركت بريتان بموقفها وعملياتها بصمتها على التاريخ النضالي للمرأة. لقد أصبحت